الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، إنه لمن دواعي الاعتزاز أن نحتفل بالذكرى 12 لاعتلائنا العرش في ظل الدستور الجديد للمملكة الذي ارتضيناه ملكا وشعبا باستفتاء الأمة، تعاقدا متجدد مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب. ونود بداية الإشادة بالمشاركة المكثفة والانخراط القوي للشعب المغربي كافة في المدن والبوادي داخل الوطن وخارجه، أفرادا وجماعات، نساء ورجالا، شبابا وكهولا، أحزابا ونقابات وجمعيات، لجنة استشارية وآلية سياسية ونخبا فكرية في إنجاز هذا التحول الكبير الذي تحقق بإرادة وطنية مستقلة، وهو ما يجعله مبعث اعتزاز لجميع المغاربة وموضع تقدير دولي للنموذج المغربي المتميز. كما نود التنويه بما بذلته جميع السلطات العمومية والتمثيليات الدبلوماسية للمملكة من جهود دؤوبة لحسن تنظيم هذا الاستفتاء الدستوري بما يقتضيه الأمر من التزام بالقانون ونزاهة وشفافية وحياد. والآن، وبعد أن قال الشعب كلمته الحاسمة بالمصادقة على الدستور الجديد بمضامينه المتقدمة بما يجعله دستورا لجميع المغاربة، فقد ارتأينا أن يكون خطابنا لك اليوم منصبا حول المرحلة الموالية للمصادقة عليه. إنها مرحلة تفعيله الأمثل روحا ومنطوقا، والذي نحن به ملتزمون وله ضامنون وعلى حسن تطبيقه ساهرون. بيد أن أي دستور مهما بلغ من الكمال فإنه ليس غاية في حد ذاته ولا نهاية المطاف، وإنما هو أساس متين لتعاقد سياسي جديد على المضي قدما في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية، وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية. ومهما كانت فعالية هذه المؤسسات فتظل سوريا ما لم تنعكس نتائج عملها على الوطن صيانة لسيادته وأمنه ووحدته وتنميته وتقدمه، وعلى المواطنين حرية ومساواة وكرامة وعدالة اجتماعية. وإذا كنا قد حققنا شعبي العزيز طموحنا الوطني الكبير للدخول في عهد ديمقراطي جديد، فإن التحدي الأكبر هو تأهيل وتعبئة كل الفاعلين ليصبح هذا الدستور واقعا ملموسا وممارسة يومية تجسد ديمقراطية الدولة والمجتمع معا، وتفتح آفاقا مستقبلية واعدة بالعيش الحر الكريم، وخاصة لشبابنا وللفئات الشعبية. ويظل عمادنا لرفع تحديات المرحلة المقبلة الإيمان القوي بثوابتنا الوطنية والثقة الكاملة في ذاته وقدراتنا وفي مصداقية مؤسساتنا ووجاهة اختياراتنا وفي دينامية مجتمعنا، والعمل الدؤوب والاستثمار الأمثل لمناخ الثقة الذي كرسه الإقرار الشعبي الجماهيري الدستور. شعبي العزيز، إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية يتجسد قبل كل شيء خلال هذه المرحلة الهامة في حرصنا على حسن إقامتها في أقرب الآجال وفق المرتكزات الثلاثة التالية. أولا، الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، ومن ثم نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا ملكا وشعبا. ثانيا، إيجاد مناخ سياسي سليم جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد مفعم بروح الثقة والعمل والإقدام والتعبئة والأمل والالتزام بتجسيده جوهره المتقدم على أرض الواقع. ثالثا، العمل بروح التوافق الإيجابي على تفعيل المؤسسات الدستورية بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات. فكل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة
وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور. وعلى هذا الأساس ندعو كافة الفاعلين المعنيين إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة تمكنهم وسائر المواطنين من رؤية واضحة لإقامة المؤسسات الدستورية في الأمد القصيرة والمتوسطة. فعلى المدى القريب ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي هذا الصدد تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات، ليتأتى بإذن الله تشكيل حكومة جديدة منبثقة من أغلبية برلمانية متضامنة ومنسجمة. أما بالنسبة لمجلس المستشارين فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية، وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها وفق جدولة زمنية محددة يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة قبل متى سنة 2012. وفي هذا الإطار نحث جميع الفاعلين المعنيين على العمل البناء لتوفير الظروف الملائمة لجعل هذا المسار الانتخابي المتعدد والمتوالي يتم في التزام بقيم النزاهة والشفافية والتحلي بالمسؤولية العالية، وجعل المصالح العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وانطلاقا مما رسخه الدستور من إقامة سلطة قضائية مستقلة، فإنه يتعين العمل في الأمد المنظور على إقرار التشريعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالمحكمة الدستورية. أما على المدى المتوسط فيظل التأهيل التشريعي العام من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خارطة طريق مضبوطة لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية وإقامة المؤسسات المرتبطة بها الحقوقية منها والتنموية. وإذا كان من الطبيعي أن يعتبر التطبيق السليم للدستور الجديد كأي مسار تاريخي بعد الصعوبات وأن تقف أمامه بعد المعيقات، فإن على الجميع كل من موقعه التعبئة الشاملة والمشاركة الوطنية الملتزمة في بناء هذا الصرح الدستوري المتقدم بروح الثقة والعمل الجماعي، بعيدا عن نزوعات التأييس والعدمية والممارسات التضليلية البالية. شعبي العزيز، إن استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد يظل رهينا بالعمل الجاد من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي واستثمار مناخ الثقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في بلادنا. وفي هذا الصدد فإن الأحزاب السياسية التي كرست الدستور الجديد مكانتها كفاعل محوري في العملية الديمقراطية أغلبية ومعارضة مدعوة لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين وخاصة الشباب مع العمل السياسي بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية أو التشاركية أو المواطنة. وفي نفس السياق فإن المنظومة الدستورية الجديدة تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا. بيد أن التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة لحسن اختيار ممثليهم، فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب والمؤسسات المنبثقة عن إرادته هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه،
وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام طيلة مدة انتدابها باختيار منه. كما أن على المنتخبين استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري وجزاؤها القانوني وضوابطها الأخلاقية الملزمة. وبموازاة ذلك يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة كقوة اقتراحية وكرافعة ناجعة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء. شعبي العزيز، إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وواجبات المواطنة سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي وعلى تقدم وطنه. ومن هنا فإن تفعيل آليات الدستور الجديد لا يجوز أن يحجب عنا ضرورة مواصلة جهود التنمية، بل يتعين أن يكون بحكامته الجيدة رافعة قوية لتسريع وتيرتها في حفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية التي صارت قاعدة دستورية. كما أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي جاء بها الدستور الجديد يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر للتصدي للبطالة والفقر والهشاشة والأمية، وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن لجوهر هذه الحقوق من تعليم نافع وعمل منتج وتغطية صحية وسكن لائق وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية، ولا سيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبنفس العزم فإن التعاقد الاقتصادي الجديد يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة بما ينسجم مع روح الدستور الجديد الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية الضامنة لحرية المبادرة الخاصة ولشروط المنافسة الشريفة وآليات تخليق الحياة العامة لضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والفساد والرشوة. شعبي العزيز، إن القانون الأسمى الجديد للمملكة بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى من سمو للمواثيق الدولية كما صادقت عليه المملكة على التشريعات الوطنية، يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي. وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة والحكامة الترابية بكل مناطق المملكة وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد مبني